مسعود اوزيل اللي لما قالوا له يلا بره البلد يا مهاجر وراهم الويل. بعد ما الالمان خلوه يعتزل اللعب دوليا في سنه 2018 رجعوا سنه 2022 ويعيطوا ويقولوا له بعد اذنك والنبي يا اوزيل ارجع تاني عن الاعتزال، احنا محتاجينك، تعالى معانا في منتخب الماكينات الالمانيه. رد عليهم رد قاسي قوي، قال لهم قصدكم منتخب العجلات الالمانيه. عموما انا دلوقتي مكنه تركي مش الماني يا حبايب قلبي. قال عنه مورينيو اللاعب ده مفيش منه نسخه تانية، ده من اعظم 9 لاعبين على مستوى العالم. ولما مشي من الريال كريستيانو عمل نفسه متاثر وزعلان قوي، بس من جواه طبعا كان في قمه الانبساط، لانه لما بينزل الملعب دايما كان بياكل الجو من الدون. بس يعني كريستيانو قال ان اوزيل ده هو الوحيد اللي فاهم دماغه من اللعب، وهو الوحيد اللي بيعرف يظبط معاه الاسيست كويس. الاسيست يا جماعه يعني اللي هي ضربه الجزاء. ثروته يجي لها اكتر من 120 مليون دولار، اللهم لا حسد او بحسد يعني. وكمان عامل سبابيب كتير جنب الرياضه، عشان طبعا محدش عارف بكره فيه ايه. عنده ماركه هدوم خاصه بيه فيها اول حرف من اسمه ورقم قميصه. طبعا يا جماعه عارفين الدبان بيتلم على العسل يعني. اتولد اوزيل في المانيا سنه 88 في مدينه مش عارفه انطق اسمها. طب ما طبعا مش عارفه انطق اسمها اذا كانت كلمه اسف بالالماني يعني انت تشولني دونج، حتى دي كمان مش عارفه انطق اسمها. اسرته كانت فقيره جدا من الاتراك المهاجرين في المانيا، وكافحوا علشان يقدروا يلاقوا شغلانه شريفه يقدروا من خلالها يصرفوا على اوزيل حبيب قلبهم. طبعا يا جماعه ما هو الضنا غالي، وكانوا بيسابقوا الزمن وبيجوا على نفسهم كتير جدا علشان ابنهم اوزيل يبقى ليه وضع في المجتمع الالماني اللي دايما كانوا بيحسوا بالعنصريه منهم، ودايما كانوا بيحسوا بالاقصاء. من صغره كان بيلعب كره في الشارع زي ما اي لاعب محترف بيبدا حياته. طب ما هم طبعا هيجوا من الشوارع، امال يعني عايزينهم يجوا منين؟ يعني من نادي الجزيره مثلا؟ اوزيل ما كانش بيتغذى كويس بسبب الفقر اللي كان عايش فيه، وطبعا كان عنده نقص كالسيوم يا عيني، ولا كان بيرضع كويس ولا كان بياكل اكل صحي. ما الاسره كلها يعني ضاربها الفقر. الحمد لله ربنا ينتشلنا منه ان شاء الله. وده يا جماعه اللي كان واضح جدا في اصاباته الكتير. الحي اللي قضى فيه اوزيل طفولته كانوا عاملين فيه حي للمهاجرين، فطبعا اوزيل ما كانش بيفوت فرصه ان هو يروح يلعب معاهم. قدراته كانت عاليه جدا، كان بيسبب رعب لاصحابه بمجرد ما بيستلم الكوره، كان بيلمهم كلهم وبيحط عليهم في اللعب زي ما بنقول بالمصري. وبعدين دخل المدرسه في الحي بتاعه. المدرسه دي كانت مشهوره انها بتخرج المواهب، ومن المواهب اللي كانت معاه في نفس المدرسه وكان زميله كده الروح بالروح هو نوير حارس المنتخب الالماني. كانوا بيحبوا بعض قوي، وهو 7 سنين لعب في نادي المدينه اللي كان اسمه رود اسن، وده نادي بيلعب في الدرجه الرابعه، يعني مستواهم كده يا جماعه زي مستوى مثلا الاهلي والزمالك عندنا كده. عمل معاهم نتائج كويسه، وده اللي خلى مسؤولين نادي شالكه يقولوا الواد ده اكتشاف، الواد ده شكله هينفعنا ماديا قوي وهنعرف نستثمر فيه، احنا هناخده بسعر قليل. وطبعا ده عشان لسه في البدايات كده فنضحك عليه باي حاجه، يعني هو بالنسبه له لما هيشوف اي يورو هيريل، ولما عقده يخلص هنجدد له برده بسعر قليل، ما احنا مش هنديله فلوس كتير عشان يطمعش فينا. بيتعاملوا بمعامله التعامل مع العمال في مصر، يعني لو اديت العامل اكتر من اجره يعضك. ده مش رايي انا يا جماعه، ده راي الناس نفسهم، انا ماليش دعوه، انا والله زيكم والله بجري على اكل عيشي. ولو رفض ان احنا نجدد له نبيعه بسعر عالي وبرده هنبقى مستفيدين منه. مكرين قوي لقمه. وفعلا قرروا ان هم يتعاقدوا معاه وهو لسه 17 سنه، وكان عامل ستايل شعره روش قوي، يعني تقدروا تعتبروه كده ستايل شعر سرسجيه المانيا. والفلوس بقى لعبت في ايد اوزيل، وخلاص بقى تكه كده وهيطلع اسرته من كل الفقر اللي هم عايشينه. في 2005 لعب اوزيل اول ماتش ليه مع شالكه، ووصل بالفريق لنهائي ابطال اوروبا للشباب. طبعا انتم متوقعين دلوقتي ان انا هقول ان هو بقى كسب وجاب 20 جول بقى وخرب الدنيا وولعها، لا في الحقيقه هو خسر. بس طبعا النادي اصلا ما كانش في مخيلته في يوم من الايام ان هو هيقدر يوصل لدوري نهائي ابطال اوروبا يعني، ولا ان هو هيوصل في يوم من الوضع ده. بالتوازي مع لعبه تبع نادي شالكه تم اختياره ان هو يلعب كمان تبع المنتخب الالماني للشباب، وكسب بمنتخبه فعلا بطوله اوروبا بعد ما فازوا على منتخب انجلترا ب4 اجوان. اوزيل جاب منهم جول، وده اللي خلى نادي شالكه ان هو يصعد اوزيل للفريق الاول بدل ما كان هو لسه بيلعب ناشئين. بس ما كملش بعدها كتير يعني، لان وقت التجديد كان قرب. طبعا هم يعني عشان غلابه ودماغهم على قدهم كانوا فاكرين ان اوزيل لسه العيل الصغير اللي كان بيضحك عليه باي كلام، لكن لا طبعا يا جماعه العرق التركي نقح عليه. انا مش عارفه يعني ايه العرق التركي نقح عليه، بس يعني اكيد يعني ممكن تكون لها علاقه بالموضوع. مش احنا عندنا بيقول العرق الصعيدي نقح، مش عارف العرق الفلاحي نقح. المهم يعني ان هو قال لهم بصوا يا حلوين يا طعمين يا لزاز، انتوا المليون يورو دول انا ما يلزمونيش، انا عامل ارقام عظيمه قوي يعني العالم كله بيحلف بيها، ده انا لسه جوارديولا قافل معايا الخط من شويه، يعني نقدر بعض. عشان كده النادي قالوا خلاص بقى احنا كده مش عايزين منه حاجه، ده هيتنطط علينا. قاموا باعوه فعلا ب4 مليون و300 الف يورو لنادي فيردر بريمن. للاسف هناك لعبوه احتياطي بدل لاعب برازيلي اسمه دييجو، ولما دييجو مشي اوزيل جات له الفرصه ان هو يلعب بشكل اساسي. انا مش عارفه ايه الغباء يعني اللي هم فيه ده، ما هو اساسا ناجح وانتوا جايبينه عشان هو شطور يعني وعامل الصح، ليه تقعدوه لحد ما تجيله فرصه يعني. ومسعود طبعا كان وش الساعد عليهم لما بقى اساسي، وقدر يوصل بيهم للمركز الثاني في الدوري الالماني. ومش بس
بس كده لا، كمان وصل بيهم لنهائي دوري ابطال اوروبا. وطبعا برضو يعني سيناريو مكرر، هم كانوا فاكرين نفسهم هيكسبوا عشان معاهم مسعود، لكن لا هم خسروا. بس في نفس الوقت دبان بيتلم على العسل الاسود يا جماعه زي ما احنا عارفين. بس في نفس الوقت ما كانوش يتخيلوا ان هم ممكن يوصلوا للمنطقه دي. وعشان كده في سنه 2010 يواخيم ملوف اول ما شاف اوزيل قال اللاعب ده يلزمني، انا عايزه معايا في كاس العالم. وفعلا المانيا لعبت في كاس العالم، لكن الاسبان علموا عليهم وخرجوهم من نص النهائي. هل بقى يروحوا ينتقدوا مثلا الجهاز الفني، ينتقدوا المدرب، ينتقدوا مثلا ان التغذيه ان هم ما كانوش بيتغذوا كويس فما لعبوش كويس؟ طبعا متوقعين هقول لكم انتقدوا مين؟ فضلوا يعنصروا على مسعود اوزيل ويقولوا له انت السبب في الفشل اللي احنا وصلنا له، ارجع لبلدك يا مهاجر، مع انه يعني مولود في المانيا. فهو قال لهم يا على الانسان، يعني بعد كل الارقام اللي انا حققتها لكم والمكاسب والمباريات اللي انتوا كسبتوها من ورايا بقت دي اخرتها؟ فعلا والله العظيم الفرخه كلت بيضها. بس في نفس الوقت طبعا يعني اوزيل لما كان بيسالوه في وسائل الاعلام وكان بيحاول يصدر صوره كويسه لنفسه، يعني كان بيقول لا يا جماعه انا كلام العنصريه ده ايه، انا حاسس ان هم دول اعداء النجاح. تحط بقى الحته بتاعت اعداء النجاح القديمه دي ماشي ان انا قايلاها. تعرف يا سالم انا لقيت الاعداء بس لسه ما لقيتش النجاح. انا الماني وهفضل العب بتيشيرت المنتخب الالماني لحد ما اموت. بعد التالق ده في كاس العالم اوزيل كان مرشح اصلا للكره الذهبيه، والفرق العالميه زي انتر ميلان وريال مدريد كانت عيونهم عليه. ميلان عرض 30 مليون يورو، وفي نفس الوقت مورينيو وهو قاعد مع بيريز رئيس نادي ريال مدريد قال له في لاعب الماني كده ظبط ايقاع نص الملعب في كاس العالم اسمه مسعود. وطبعا زي ما انت عارف يا بيريز يا حبيبي من جور المسعود ايه يسعد الواد ده يلزمنا. وفعلا بيريز قدم لمسعود عرض ب 15 مليون يورو. وطبعا بيريز كان عارف يعني بان انتر ميلان مقدم 30 مليون يورو، بس بيريز كان عايز يعرف دماغ مسعود في الفلوس عامله ازاي، يعني هل هيروح لانتر ميلان عشان 30 مليون يورو ولا هيختار اسم ريال الكبير وهيروح لهم ب 15 مليون دولار بس. لكن فعلا اوزيل كان عنده حسن ظن بيريز بيه، الفلوس ما اغرتوش ومضى فعلا للريال ب 15 مليون يورو بس. وفعلا لعب معاهم اوزيل لمده 3 سنين، والفلوس جريت في ايده اكتر واكتر، وبقى في صرف وكرافتات هنا وهنا وايه محدش عارف يمسكه، وعروض الرعايه بقى هنا وهنا وهدايا بالكوم. مش زينا مثلا عشان اجيب حاجه من اديداس ولا نايك اروح الاوتلت ادور على حاجه من موديل التسعينات. وعشان كده امه قالت له بص يا اوزيل يا حبيبي الفلوس الكتير اللي معاك دي انت لو ما عملتش بيها خير انت لا ابني ولا اعرفك وهبقى غضبانه عليك ليوم الدين. وده كلام اثر في اوزيل جدا، ومواقفه الانسانيه ملت العالم كله. مسعود عمل ديو حلو جدا مع دي ماريا ومتع نظر جماهير الريال، لكن بالرغم من كده الريال باعوه في 2013. هو الواد ده حظه قليل ليه كده؟ ما كانش بتدعي له امه في صلاه الفجر اكيد. وقرروا ان هم يبدلوه بجاريث بيل. واول ماتش البيل مع الريال جماهير الريال هتفت باسم اوزيل. فعلا جماهير ولاد اصول، مش زي الجماهير التانية بتاعت المانيا اللي علشان خسر ماتش نسيوا له كل الحاجات الحلوه اللي كان عاملها، لكن ده علشان ما شافوش في ماتش عندهم ولاء كامل. فعلا جماهير الريال دول جماهير محترمه والله. اوزيل بدا رحله جديده مع المدفعجيه سنه 2013 وساعدهم ياخدوا كاس الاتحاد الانجليزي مرتين ورا بعض. لكن بالرغم من كده كان في ضده برضه عنصريه من جمهور الارسنال. وفي ماتش من الماتشات وهو بيلعب ركنيه رمى عليه الجمهور رغيف عيش، اوزيل مسك العيش باسه وكده وراح رماه على جنب. طبعا هو اكتر واحد حاسس بقيمه الرغيف، يعني لان هو عاش في اسره فقيره، فاحنا عارفين ان اكتر ناس بتقدر قيمه انا حاسه ان انا بهبط شويه بس انا حبيته. في 2014 شارك مسعود مع المانيا وكسب بيهم كاس العالم في 2014. وفي ماتش نص النهائي كانت الفضيحه الكبيره للبرازيل لما واجهوا المانيا وخسروا 7-1. اوزيل حس بتأنيب الضمير ان هو كان السبب الرئيسي في ان المانيا تحط على البرازيل وكمان في ارضهم، وعشان يكفر عن ذنبه ويريح ضميره قرر ان هو يتبرع بكل المكافآت اللي حصل عليها في كاس العالم، واللي توصل لاكتر من 300,000 يورو ل 23 طفل برازيلي علشان يعملوا عمليات جراحيه صعبه. النجوميه ما نسيتش اوزيل كلام عشان كده كمان راح زار مخيمات اللاجئين السوريين في الاردن، ربنا يفك ضيقتهم يا رب ان شاء الله ويرجعوا بلادهم على خير. وزع عليهم هناك تيشيرتات وهدايا ولعب مع الاطفال، وقرر ان هو قصاد كل جول يدخله فيهم هيتبرع ب 10,000 دولار. لعب معاهم كذا ماتش ما جابش ولا جول واحد. فاحنا هنا يا جماعه هنحتار، هل هو ما سجلش كذا جول عشان خاطر ما بينش لهم يعني ان هم ما بيعرفوش يلعبوا كويس وان هم شاطرين وان هو حتى يعني اوزيل بجلاله قدره ما عرفش يدخل فيهم جول، ولا علشان ما يغرمش فلوس؟ الله اعلم بالنوايا. ومن المواقف اللي بتثبت مواقف اوزيل الانسانيه وجدعنته انه لما اداره الارسنال قررت انها تستغنى عن الموظف اللي بيلعب دور تميمه الفريق، اللي هو بينزل يا جماعه كده على ارضيه الملعب بيقعد يتنطط شويه ويلعب يعني كده بيحرق سعرات،
يعني هو بيحرق سعراته وبياخد فلوس؟ ما ممكن اشتغلها دي، انا محتاجه اخس يجي 10 كيلو صح؟ 15 كيلو. ده شملت الخواطر. اوزيل اتدخل وقال لهم يا جماعه سيبوه يسترزق وياكل عيش وانا هدفع له مرتبي من جيبي، اديني انا موظف في المكان اهو وبصرف من جيبي. فاكر يا سالم لما جبنا حاجات وصرفنا من جيبنا؟ يا رب اللي في بالي ما يشوفش الفيديو ده. اوزيل في سنه 2018 كان من ضمن قائمه المنتخب الالماني اللي وصل لكاس العالم، بس للاسف طلع بشكل مهين جدا من دور المجموعات، ما يليقش خالص على منتخب المانيا. وبرده للمره الثانيه جماهير المانيا قالت ان اوزيل هو اللي كل الجبنه، يعني لا بيلقوا اللوم على مدير منتخب ولا على تغذيه ولا على رئيس نادي ولا على اي ظروف ثانيه، ما فيش غير اوزيل. زودوا ضده بقى خطابات العنصريه وان هو ما عندوش ولاء للمنتخب عشان كده احنا بنخسر. وقتها وقف اوزيل مع نفسه كده لحظه ادراك على انتمائه لالمانيا، وحس ان هو فعلا مش منتمي للعالم دي ولا الناس دول منتبه ولا هو منتبهم، هو مجرد واحد تعب وشقي على نفسه والظروف سمحت له ان هو يروح للمجتمع ده ويدخل فيه، لكنه للاسف ما عرفش ينخرط فيه بسبب العنصريه من الالمان، وفكر ان هو يوجه انتمائه لتركيا. في نفس الوقت ده يا جماعه كان الارسنال بيهمشوه لدعمه لقضيه مسلم الايجور، وفعلا قعدوه على الدكه في اخر ايامه في الفريق. فاوزيل بقى جاب اخره، قال ما هي خربانه لا انا نافع في منتخب ولا نافع في فريق، انا هسيب البلد دي وهشد الرحال على تركيا. وفعلا رجع تركيا في سنه 2021، بس كان بيلعب في الدوري التركي، يعني ما كانش بيلعب تبع المنتخب لان هو اعتزل دوليا في سنه 2018، وفضل يلعب مع الدوري التركي لحد ما اعتزل بشكل نهائي. في كاس العالم 2022 المنتخب الالماني اعتذر له، وراحوا طلبوا منه ان هو يتراجع عن قراره في الاعتزال دوليا ويلعب معاهم تبع المنتخب الالماني، لكن اوزيل قال لهم لا مؤاخذه يا جماعه معلش والله العظيم كان بود اساعدكم، بس انا تركي مش الماني، مش هينفع العب باسم منتخبكم. وبعد ما المانيا خرجت من دور المجموعات بشكل مهين برضو، الظاهر كده يا جماعه ان ده كان غضب اوزيل عليهم، واوزيل قال لهم ما انتوا لو بتركزوا في الكوره زي ما بتركزوا في الحاجات ما كانش ده بقى حالكم، كنتوا حتى طلعتوا من دور ال16 مش طالعين من دور المجموعات. يعني اوزيل لقى نفسه فعلا في تركيا يعني، وحس ان دي بلده اللي بينتمي ليها، لدرجه ان هو اتجوز من ملكه جمال تركيا امينه جولشا في سنه 2019، وقرروا ان هم يدفعوا تكاليف 1000 عمليه جراحيه صعبه للاطفال على مستوى العالم. يعني فعلا يا جماعه اللي دعا لهم في الفرح قال لهم بجد بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير، الف مبروك وعقبال. بصوا يا جماعه بالمناسبه دي معلش يعني الناس اللي بتتابعني، الفيديو اللي فات انا كنت بكبس قدامكم برجر بفول الصويا زي ما انتم شايفين، النهارده بقى انا سويت البرجر. ماشي تعالى يا سالم كده الكاميرا. البرجر يا جماعه مش متماسك، يعني انا كده ما بسويهوش بكميه زيت كبيره، مش استخسار والله، بس انا بسويه بحبه قليلين علشان ايه قال يعني بحافظ كده على الوزن وبتاع. فيا جماعه لو حد يقول على التركايه اللي تخلي البرجر متماسك كده ما يبقاش مفرفت مني وانا بسويه اكون شاكره ليه جدا، وانا عامله اكتر من 20 قطعه، لو حد يجي ياخدهم مني يريحني وياكلهم هو عشان انا مستحرمه ارميهم والله العظيم اكون شاكره ليه جدا.